السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم كيكه بالتفاح. هنا عندي 3 ديال البيضات كبار، عندي هنا نص كاس السنيده، عندي هنا نص كاس ديال الزيت، عندي 2 خمارات حمرين، وعندي هنا 2 فانيات. فاني وحده غادي نضيفها مع البيض والزيت وسنيده، وعندي هنا فاني غادي نضيفها مع التفاح. عندي هنا التفاح، وعندي هنا طحين على حسب الخليط، وعندي هنا واحد دانون، عندي هنا المكسرات، عندي اللوز، الكركاع، شويه كاوكاو، الزبيب، التمر، وعندي هذا كيدار في الحلوه هكا من الفوق حتى هو مقرمل. عندي هنايا التفاح. المهم خاصني نضيف ليه دابا هاد المعالقه ديال النشا وهاد الفانيلا حيتاش بان ليا بدا كيكحال. المهم البنات، هاد 3 ديال البيضات غادي نضيف عليهم واحد نص كاس ديال السنيده، وغادي نطرب كلشي. المهم من بعد ما طربت البيض مع سنيده راني ضفت هنا واحد الفاني، وندير هنا نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط كلشي. من بعد ما غادي نطرب كلشي البنات غادي نضيف مازال هاد الدانون هذا. انا بغيتو هكا ديال الكراميل حيتاش دايره هنا المكسرات، وغادي نضيف طحين يعني على حسب الخليط ديال الكيكه شحال غادي تجمع ليا، وغادي ندير خمارات ونرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما نضيف الدانون ديال الكراميل جا على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نضيف الطحين وغادي نضيف خمارات. هنا من ضفت الكراميل والطحين جا على هذا الشكل هكا. عندي هنا غندير غير في هذه المقله الثقيله. هنا راني دهنتها بالزبده وشويه الزيت، ودابا غنرش عليها الطحين وغادي نكب الخليط. هنا انا ضفت التفاح غير على هذا الشكل هكا باش يبقى لي فين ندير المكسرات. انا غنشعل دابا على الفران. انا درت فيها المكسرات، دابا غادي ندخلها الفران. هاهي حيدتها من الفران كتجي على هذا الشكل هكا تحمرات. غادي نحيدها دابا من المقله ونقطع طريف ونشاركها معكم. ها هي باش قلبتها من اللور كتجي على هذا الشكل هكا. هاي صراحه جات هشيشه. غنقطع نقلبها دابا. هاي من بعد ما قطعت منها الطرف كتجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. قالت يا بنتي زوينه. المهم شكرا لكم بزاف، بسلام عليكم، وليله سعيده. دابا راه 12 و 26 د الليل. الدراري عندنا في الزنقه باقيين كيلعبوا الكره. انا وجدت لهم كيكه باش يفطروا بها غدا ان شاء الله. المهم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم.